يا بركة بسم الله. قلت قبل الماتش كان سيف زاهر وخالد الغندور امبارح والحضرة عمالين يقولوا الايه، الاهلي بطل الدوري. قلت لهم بلاش نبر، بلاش نبر. بنك الاهلي تبع الرخامة، ومش البنك الاهلي بس، مش البنك الاهلي كفرقة. الواد اللي اسمه اي نور دوت لعيب من ساعة لما كان بيلعب في الاسماعيلي. هو محظوظ على الاهلي. لف برضه بياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم السبب بعد ربنا ان الاهلي هياخد الدوري بهجمه قد ايه، وما عارف اللي انا مش طايقه. بس انقذ الاهلي في 3 ماتشات النهارده: الماتش بتاع سيراميكا، والماتش بتاع بتروجيت يطلع كورتين من قلب المرمى، بعد الماتش بتاع سان داونز كرة خبطت فيه يعني هو ما يقصدش، بس اتسرق في الماتش بتاع السوبر الافريقي من الواد اللي اسمه ايه، بتاع الزمالك ده اللي المهم اللي تسبب في التعادل. والماتش بتاع سان داونز فطلع 3 كور من حلق المرمى في ال3 ماتشات اللي فاتوا، وعمل النهارده الكوره لوسام في الدقيقه 95. فدي شالت دي. فبن زي ما قلنا عليه وحش، فبنقول له ايه، تشكر اللي انت رجعت الدوري للاهلي السنه دي بعد الاداره. لما ايه الاداره اللي ودتنا في داهيه السنه دي، رغم جابت ايه صفقات، وجابت بن شرقي، وجابت ريشار، وجابت ده وجابت ده، بس الكارثه للاهلي واللي حصل لنا بسبب مجلس الاداره بانسحابه بماتش الزمالك. لغايه النهارده عمالين يندبوا. خالد الغندور مولع الدنيا من اول امبارح ساعه ما طلع القرار. هيتجنن، شايط بحرقه. انا عايز اعرف انتوا مالكوا؟ خلاص بقى، انت خدتوا ال3 ماتشات، خدت 3 نقط ولا ايه؟ وخلصت. حتى 3 نقط ما نفعكمش. قاعدين باصين للايه، للاهلي وهنعمل ايه، وعمالين ايه، تنخوروا ورا منه، ومحروقين حرقه. القناه بتاعتكم شغاله ما بتعملش حاجه. يعني انتوا القناه بتاعتكم اتنيلت ب60 نيله بسبب اللي انشغالها بالاهلي. طول عمرها ايام مرتضى منصور كان ال24 ساعه بيتكلموا على الاهلي. النهارده بسبب الانسحاب عمالين يتكلموا على الاهلي من ساعتها. اللوايح ومش اللوايح، واللوايح مش اللوايح، واتحرق دم اللي جابوكوا. محروق دمه. خالد الغندور مولع في نفسه من اول امبارح، مولع في نفسه. احنا دايما كده لما يجي بيتكلم يعني زي بيطلع نار من بقه ومن صدره. فبنقول مبروك للاهلي، وان شاء الله تكمل على خير. الماتش بتاع فاركو يوم 28 ده يعتبر ان شاء الله نسبة 99 ان شاء الله الدوري في الاهلي. وزي ما هاجمنا ياسر ابراهيم، الواد اسمه ناصر منسي دوت بتاع الزمالك اللي خطف الكرة من ياسر ابراهيم وجاب التعادل للزمالك. خد بالك، هشوف انا الواحد ايه لو هو ناسي اسمه، افتكرته وانا ايه بختم الايه اللايف. بنقول الكوره برضو النهارده ياسر ابراهيم برضو الواد لف بيه. واي النور دوت لف بيه. لعبه قديمه معرفش بيتلف بيه ويتخطف. اللي انقذ الدنيا اللي هو لعب الكوره اللي وسام في الاخر. كنت برضه هطلع هاجمه النهارده، رغم اللي طلع 3 كور في الماتشات اللي فاتت. كنت هطلع هاجمه. بتلف بيك، بتتسرق، بتتعمل. مش لعيب، مش اضغط على اللعيب اللي جاي اللي في صدرك ده، اضغط عليه، يلف يمين لف معاه، لف شمال لف معاه.
فبنقول الحمد لله ربنا اللي عالم بإيه بينا النهاردة وعدها على خير، وإلى اللقاء.